السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحب، حياكم الله مع أخوكم علي مقبولي توريد زراعة النخيل الحياني في مصر والوطن العربي بفضل الله سبحانه وتعالى. ده دايما شعارنا، ولكن النهاردة احنا متواجدين على مساحة أرض حلوة جدا جدا. مساحتها قد ايه بقى؟ مساحتها 32 جرات، يعني فدان وتلت. طبعا حاجة بسم الله ما شاء الله. ورايا المانجا زي ما انتم شايفين، نصها مانجا ونصها اتخلع اهو. تمام، هي كانت مانجا لسه مخلوعه، يعني لسه متخلعه قريب. تمام، ولكن كانت بنفس المستوى بتاع الجنينه ديت، ولكن ايه اتخلعت. طبعا بالتفصيل كده هنمشي انا وانتوا واحده واحده كده بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه كده بسم الله ما شاء الله. الارض دي بتزرع رز، بتزرع رز. وزي ما انتم شايفين يعني الميه حاضره، ميه نيل. تمام، في المكان وبين الترعه حوالي 200 متر. الترعه الترعه العموميه. تمام، يعني حوالي 200 متر. وشايف ان الاسفلت على بعد ما فيش 70 متر اهو. يعني هصور لكم بعدين. مش عارف توك توك اللي ماشي ده ولا ايه؟ شكل توك توك والله، ربنا يسترها. لا توك توك لا. فالمهم يا جماعه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما انتم شايفين ارض حلوه جدا جدا في منطقه بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يعني زراعات الغله فاضي ومانجا. يعني هم ال 32 قراط مزروعات، يعني نصهم مانجا ونصهم كان مانجا وتخلع. تمام. فبالنسبه للزراعات الثانيه طبعا هفرج حضراتكم عليها الغله في المكان، وافرج حضراتكم برضو على البرسيم وعلى الجنين. هي كلها يعني بسم الله ما شاء الله ناجحه في زراعه المانجا. وطبعا برضو يعني جود فيها النخل برضو. لو لاحظنا في مزارع نخل ورا بس مش واضحه كده، ورا متدري في المانجا. وطبعا برضو الشارع هناك كده، الشارع يمكن يعني على بعد مثلا من هنا مطرح ما انا واقف على بعد يمكن 120 متر، لكن في اول الارض على بعد يمكن ايه يعني من عند الاولاد كده هو يمكن ما بكملش ال 100 متر. الارض ده زي ما انتم شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. وجوده الارض طبعا انتم مش تايهين عنها، اللي هي انهي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، يعني ارض خليط. تمام، زلطيه برضو. بص الحصو فيها ازاي، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه منفوشه وحاجه عنصر قوي بسم الله ما شاء الله. وفيها شويه مانجا بسم الله ما شاء الله، حاجه تبارك الرحمن. جنينه محترمه يعني، وهي مقسومه نصين. طبعا الغله وين هيك؟ الغله البرسيم في المكان. انا مش عايز اطول على حضراتكم. زي ما انتم شايفين فدان وتلت، فدان وتلت. الميه قريبه، تزرع رز وتزرع خضار وتزرع فاصوليا وتزرع بسله وتزرع بطاطس وتزرع كوسه وتزرع رز بسم الله ما شاء الله. يعني بالنسبه لكل الزراعات جوده عاليه جدا جدا. الميه نيل متوفره 24 ساعه. طيب احنا فين هنا؟ احنا في الاسماعيليه، الكيلو 14. طب احنا على بعد قد ايه من كيلو من شارع اسماعيليه؟ من شارع اسماعيليه بورسعيد تقريبا قد ايه؟ قد ايه؟ من شارع اسماعيليه بورسعيد 200 متر. تمام. والشارع الفرعي الشارع الفرعي ب 70 متر. 70 متر من هنا. اطلعكم وابصصكم برضه على الشارع الفرعي. ده الطريق الثابت. الشارع الفرعي وين هو؟ ده شارع ثابت، شارع اسفلت. تمام. ولكن اللهم صل على سيدنا محمد، الشارع اللي هو داخل على الارض شارع ابدي ثابت. تمام، من هنا ومن هنا شارع ابدي وملك نهائي. الارض ملك نهائي زي ما قلت لحضراتكم مره، عشان ما هنطلع من هنا. تمام، هنطلع من هنا زي ما وريتكم الارض طبعا. والخليج الميه النيل، وده برضو الارض ده. وطبعا معنا الحاج عواد من ونعم الناس اولاد عمنا البياضيه. افرج حضراتكم بقى على الشارع من بره والمحلات والدنيا كلها. تمام، هنا حاجه بسم الله ما شاء الله. يا ربنا يبارك لصاحب النصيب. طبعا برضو الشارع الاسفلت ده اهو. تمام، زي ما انتم شايفين. تمام، ده الشارع الاسفلت. طيب الشارع الاسماعيليه بورسعيد تمام، ما بيكملش يعني زي 200 متر او 200 او ايه 300 متر. تمام، الشارع الكبير اللي هو العمومي اللي هو اسماعيليه بورسعيد القاهره الدولي. طب احنا على بعد قد ايه من المحافظه؟ على بعد تقريبا 7 كيلو من المحافظه. على بعد قد ايه من ابو خليفه؟ تقريبا 3 كيلو. على بعد قد ايه من القنطره؟ تقريبا من مدينه القنطره برضو غرب تقريبا يعني برضو زي ايه 6 كيلو. تمام، المحلات ومحلات الجزاره وانت ماشي ده كله ده شارع معروف عالمي.
ماشي يا سيدنا، في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا للتواصل مع اخوكم علي مقبول لتوريد زراعه النخيل، اي حد عايز نخل، اي حد عايز يبيع ارض، يشتري ارض، عايز نخل، اي حاجه، احنا كله في سبيل الله ومستعدين مع الجميع. للتواصل رقم التليفون 010 26 85 89 89، وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.